المغرب انضمت للملف الاسباني البرتغالي لاستضافه كاس العالم 2030. كانت اوكرانيا موجوده بشكل شرفي، انسحبت وانضم بقرار ملكي النهارده منتخب او دوله المغرب لهذا الملف. هتكون طبعا منافس قوي للملف المنتظر، لسه طبعا لم يعلن رسميا، لكن قد يكون هناك ان شاء الله ملف مشترك بين مصر والسعوديه واليونان، واعتقد دول هيبقوا اقوى ملفين طبعا، مع ملف تاني في امريكا الجنوبيه، الارجنتين وشيلي واوروجواي وباراجواي، ملف رباعي هيكون يعني منافسه قويه جدا جدا جدا. نتمنى ان شاء الله لو مصر تقدمت بملف او شاركت في ملف ان يكون التنظيم من نصيب مصر باذن الله. زي المغرب كده، هو ايه اللي فرق مع المغرب؟ يعني النتائج دي حسستك ان المغرب عمل انجاز ولا ما عملش انجاز؟ لا، هو عمل انجاز نظريا، بس الاداء الحقيقه كان اداء قوي، وفرق كوره وواثق من نفسه، وفرق كوره وعنده اعمار كويسه جدا جيده جدا، يعني ما فيهمش مثلا دول زعلوا واتخانقوا ان هم ما وصلوش فاينل. يعني انت بتتكلم قدام كرواتيا زعلانين ان هم خدوا رابع ما خدوش ثالث. فالطبيعي ان انت بتبني ده برضو مش نتاج كاس العالم بس، هم من قبل كده الفرقه كويسه، الفرقه بنوا عليها على اللعيبه اللي كانت موجوده في كاس الامم، وكان في اضافات كمان في كاس العالم، فده المفروض او المفترض يحصل في النادي الاهلي ومنتخب مصر. انا عايز اخد بس من المغرب لان مهم ان انت اثرت موضوع المغرب. ويا جماعه منتخب المغرب وليد الرجراجي، المنتخب اللي خد رابع عالم في اعجاز يعني اعجاز طبعا، ما كانش اي حد في الدنيا متخيله ان منتخب عربي وافريقي يصعد سيمي فاينل، لكن ان المغرب يعمل ده دي كانت معجزه. فالطبيعي في الوضع ده، وراجل مدرب وطني واول تجربه دوليه ليه، يا جماعه خلاص هي القايمه ال 23 ولا ال 26 اللي شاركوا في كاس العالم اللي صعدوني مربع ذهبي، هم هجيبهم كده يعني بمجموعه ويحطهم في ده. يا جماعه المغرب رايحه تقابل مين وديا؟ رايحه تقابل منتخب البرازيل. فمنطقي اي مدير فني يجيب نفس اللعيبه ونفس النجوم اللي كسبوه في كاس العالم واللي صعدوه مربع ذهبي، وخلاص الثقه والهارموني والماتشنج وكله حافظ وكل والحاله والدعم الجماهيري كل حاجه موجوده بنفس المجموعه. ده المنطق. لا، في مدير فني بيفكر المستقبل. كابتن سيد كان بيتكلم عن بلان للمستقبل واعمار للمستقبل. وليد الرجراجي ما استسهلش جاب نفس المجموعه ويلا نلاعب البرازيل. وطبعا عندهم كمان مباراه مع بيرو بعد مباراه البرازيل الوديه. البرازيل طبعا مباراه البرازيل هتكون في طنجه يوم 25 مارس. والمنتخب المغربي ضم عدد كبير جدا من اللاعبين الجدد، حوالي من 10 ل 12 لعيب في رينج 22 و23 و21 و18 و19 سنه. يعني اعتقد معانا بعض صور للعيبه اللي منضمه لقائمه منتخب المغرب. خلينا مثلا ناخد اول لاعب، ده عمران لوزة، ده 23 سنه. انس الزروري ده 22 سنه. كل ده في القائمه الجديده. شادي رياض في برشلونه بي في رديف برشلونه 19 سنه، قائمه منتخب المغرب الاول. بنيامين بوشواري 21 سنه. ايوب عمراوي 18 سنه. ياسين كشته 21 سنه. اشرف داري 23 سنه. اشرف داري طبعا فاكرينه كان في الوداد واحترف. ابراهيم صلاح بتاعهم مش بتاعنا 21 سنه. عبد الصمد الزلزولي عارفينه طبعا، كان لاعب لبرشلونه 21 سنه. بلال الخنوس 18 سنه. شوفوا كام لعيب 18 سنه عديناهم، حوالي 3 لعيب وحوالي 2 أو 3 لعيبه 21 سنه. عز الدين قناحي طبعا كلنا عارفينه، واحد من نجوم كاس العالم اللي فات 22 سنه. زكريا بوخلال برضو كان موجود في كاس العالم 23 سنه. 6 لعيبه جدد في قائمه منتخب المغرب، وحوالي 10 أو 12 لاعب اعمارهم تحت 23 سنه. هكذا يخطط منتخب المغرب، وهكذا يتعامل وليد الرجراجي مع منتخبه اللي واخد رابع عالم. ناس بتخطط للمستقبل يا كابتن عيد، وناس عندها الشجاعه. لا رايحين يلعبوا البرازيل، مش رايحين يلعبوا دكتور ناميبيا. ادي لك واحده بس خفيفه، يعني جات لي كده، يعني هو احمد مكي في الفيلم بتاع لا تراجع ولا استسلام. كابتن عيد يعني سند ايده كده وهيسمعنا. قال لك ايه يعني الحته اللي هي كان بيقلد الموقف بتاع ميدو وعمرو زكي، انا صح. فانا لازم اقول لك انا صح. والله ما ده بيبني الكاس العالم الجاي. هو مش في دماغه ان هو بيعمل حتى الكاس الامم، لا هو راجل عنده في كاس العالم الجاي. اسهل حاجه يا كابتن الطبيعي ان انا ابني بقى اجيب المجموعه اللي كسبتني ويلا بنلعب. وما قالش بقى ايه، لا دول صعب يدخلوا منتخب، صعب يجي دلوقتي ان انا عندي ماتشات مهمه قدام البرازيل، فانا الطبيعي ان انا مش هجيب حد اول مره يجي منتخب المغرب.
انت هنا ممكن تلعب ملاوي فهتلاقي الاسماء هي عشان ما تجربش قدام ملاوي. الراجل بيزود على القايمه في البرازيل عشان كده عادي نجح يا كابتن سيد، وهيفضل ناجح. ومدرب لا هو اجنبي ولا هو كبير في السن، وراجل شاب عشان لسه هو عنده اول تجربه ليه. عنده رؤيه والناس بتسمع له. يعني ما حدش هيجي يقول له انت ما خدتش فلان ليه او خدت دول ليه، ده لسه بدري عليهم. لا، هو هياخد اللي هو عايزه. طب قبل ما اروح لكابتن عيد عشان بقى اكمل له علشان تبقى يعني التنهيده والسنده بحق، اللعيبه اللي جت جديده لمنتخب المغرب ده نتاج بحث وتعب، وناس بتلف في اوروبا وتشوف مين اللي ليه اصول مغربيه. ولو واحد في ابراهيم دياز اهو رايح يلعب بقميص المغرب، وهو المفروض ان هو طبعا اصول مغربيه بس اسباني، وكان ممكن يلعب في منتخب اسباني وغيره اسامي كتير. شادي رياض ده 19 سنه، ده في برشلونه بيه، ده طبعا مدافع صاعد وبيتنبؤوا له مستقبل كبير. ابراهيم صلاح ده مولود في بلجيكا بيلعب في رين. بنيامين بوشاري ده 21 سنه بيلعب في سانت تيان ومولود في بلجيكا. لما بيلاقوا حد بيروح ويدور عليهم ويهتم بيهم ويتفاوض معاهم ويقول لهم تعالوا يا جماعه العبوا مثلوا المغرب مستقبلكم معانا، بيلاقوا ناتج. مش تبعت ايميل ولا تبعت SMS تقول للاعب اللي بره المصري تعالى على حسابك وهنشوفك يا تنفع يا ما تنفعش، فيروح عامل لك بلوك من على الواتساب. يعني ابراهيم صلاح وشادي رياض، عبد الكبير عبقار ده ديبورتيفو الفيس ده اسم جديد داخل. ايوب عمراوي ده بيلعب في نيس، ده برضو اول مره يدخل القايمه. طبعا ياسين كشطه قلنا في لوهافر اول مره برضو يدخل. بنيامين بوشواري في سانت تيان اول مره برضو ينضم للقايمه. والقايمه طبعا مليانه بالنجوم، لكن المجموعه دي كلها او مجموعه كبيره منها مجموعه جديده، وزي ما انت شفت الاعمار عامله ازاي يا كابتن عين. هي اولا رؤيه من الاتحاد المغربي في البدايه اللي هو يجيب مدرب شاب، مدرب واعد. هو عنده اسامي كبيره، عنده فوق ال 350 محترف وعمال يزود فيهم. يعني انت اللي بيروح يبحث عنهم دلوقتي، يعني انت من ساعه كاس العالم لحد دلوقتي ممكن هم كانوا 350، ممكن تلاقيهم 370 380 بالبحث اللي هم بيعملوه ويزودوا اللعيبه المحترفه واللعيبه اللي بتطلع من الدوري من عندهم. ده اولا رؤيه، مع وجود مدير فني برضه عنده رؤيه ونجح عشان الناس بتسانده، كل الناس بتسانده هناك في البلد. وهو شايف المستقبل ايه، هو عارف المستقبل ايه، وشايف ان الفروقات بالنسبه له اللعيبه المحترفين اللي بيدور عليهم الفروقات يعني مش بعيده قوي عن اللي بيلعبوا ليفل ايه دوت. هو اللي هيبقى المستقبل وهيبقى بيتحضر. انت بتشوف بتقول الاعمار كلها. انت بتتكلم على واحد زي اشرف داري ده كان بيلعب مع الوداد في النسخه اللي هم كسبوا فيها مثلا اللي كسبوا فيها فطلعوه. هو عنده كام سنه؟ 21 سنه او 20 سنه. طلع خلاص خد دوري ابطال اوروبا. هنا اللعيبه اللي عنده 18 سنه و17 سنه او عايش في اوروبا بيلعب في اوروبا وبيطلع اكيد هو مولود هناك وعايش هناك فبيلعب من صغره فخلاص ده الموضوع مقفول. لكن في الدوري مثلا المغربي في لعيبه كتير جدا بتطلع ان هو والاكاديميه اللي معموله الاكاديميه محمد السادس اكاديميه محمد السادس دي بتطلع في السنه كام، او اللي بيطلعوا في اوروبا بيستفادوا كام لعيب وكل سنه بيزيدوا كام واحد. فديت نقطه احنا بعيد جدا عنها. وشاف تخطيط ممتاز طبعا من منتخب المغرب، مش من دلوقتي، بقى لهم فتره كبيره بيخططوا، بقى لهم فتره كبيره. حتى لو بتطلع فرقه كل 3 4 سنين تاخد دوري ابطال افريقيا، السنه اللي بعدها بتلاقي الفرقه بتفضى، الصغيرين فيهم كلهم بيطلعوا، ما بيفرقش معاهم خلاص. حتى لو بيطلع في لعيبه فيهم بيبقوا مثلا 25 26 سنه تلاقيهم بيروحوا احسن دوريات في الدوريات العربيه، تلاقي في السعوديه في قطر في الامارات في الدوريات دي. فالناس عقلها شغال 24 ساعه. فاحنا بعيد عن الحته دي خالص الصراحه. انا عايز يعني اسالك سؤال، لو انت في دماغك 3 اسماء يا كابتن عيد تقول ان هم ممكن لو خدوا الدعم اللي خده وليد الرجراجي مع منتخب المغرب بيعملوا نتائج مع منتخب مصر بنفس الشكل، مين ال3 اسماء حاليا يعني؟ هو انا ممكن اغير يعني غير اجابه عيد، هدخل لك في قصه تانية. طب ما تيجي نعملها زي المنتخب والاهلي، ما تبدا تجهز من دلوقتي واحد بعيدا عن كل الاسماء المحترمه اللي موجوده على الساحه بامانه، يعني مع احترامي للدوري ما تقيمش حد على الدوري ده. الدوري ده ولا فيه كويس ولا وحش، انت ماشي بقالك 5 6 سنين انت وظروفك. مدرب النهارده مع فرقه ماشي بشكل كويس، بيروح فرقه تانية بينزلها عادي جدا. فما فيش حد تقدر تقيمه التقييم الصح بامانه، يعني هتظلم اي حد تقيمه. انما انت دلوقتي قول لي على اسم بامانه بقى في الدوري اللي احنا شايفينه خلال 5 6 سنين اللي فاتوا. خلي بالك انا اتعاملت مع كل المدربين دول كخصم يعني، وانا مدرب مع كابتن حسام البدري في الدوري.